كنت بلعب برا لما لمحته بيشاور لي: يا إيميلي، عايزة تشوفي حاجة جامدة؟ ما ترددتش. كنت شفته حوالي كذا مرة، دايما لوحده. جاري اللي عنده 7 سنين، ناثانيال. فعديت الجنينة ومشيت وراه لحد باب بيته. كان واقف بابتسامة غريبة وهو بيقشر الجروح لحد ما تنزف، وبعدين يفضل يمص في الدم اللي نازل منها. الأطفال ممكن تبقى غريبة، بس كنت وقتها عندي 5 سنين وما كنتش لسه فاهمة العلامات. جالي لوح وجه هدية علشان عيد ميلادي، قال بصوت هادي، هادي أكتر من اللازم، بيتوقع المستقبل. عايزة تجربيه؟ ما كنتش عارفة يعني إيه لوحويجة، بس فكرة إني أعرف المستقبل كانت ممتعة. نزلنا للبدروم، السلالم كانت بتعمل صوت تحت رجلينا، والهوا كان بيبرد كل ما ننزل تحت. رجليا الصغيرة بقت تقيلة كأن البيت مش عايزني أكون هنا. ولما وصلنا للبدروم هو ولع النور. النور كان ضعيف جدا، بالعافية منور المكان. ما عجبنيش الجو، كنت عايزة أرجع البيت. استني بس شوية، قال وهو بيزقني للجو أكتر. الموضوع ممتع، بس ما كانش ممتع خالص. في اللحظة اللي لفيت فيها وشي حسيت إيدي على رقبتي، صوابعه الباردة ماسكة في رقبتي وما كنتش قادرة أتنفس. قلبي كان بيدق بسرعة والفزع مالي جسمي. قعدت أرفس وأحاول أبعد إيديه، بس كان أقوى مني بكتير. نفسه كان سخن على ودني وهو بيهمس: أنا هخليكي تختفي. ضوافره غرست في جلدي وشد أكتر. الدم اللي كان على إيده من الجروح حسيت بيه لامس جلدي، وبدأ يحط إيديه بخشونة على جسمي، يشد الفستان بتاعي ويخربش بضوافر إيدي على دراعي. الضلمة حواليا كانت بتزيد والدنيا حواليا بتلف. راسي بدأت تدوخ وأنا بحاول أخد نفس بس مش عارفة. وبعدين أول ما بدأت الرؤية تضيع سمعت حاجة ناعمة، حد بيزعق: ناثان بطل، ابعد عنها، أنت بتأذيها. كانت أم ناثان. دخلت بسرعة من الباب، وشها كان مليان قلق. سحبتني منه بكل قوتها. الضغط على رقبتي اختفى، بس جسمي كان بيترعش. بحاول أتنفس بصعوبة، بالعافية شايفة أو فاهمة إيه اللي بيحصل. جريت برا البيت، ما كنتش عارفة اللي هربت منه، بس كان في حاجة واحدة بس واضحة: نتانيال ما كانش مجرد طفل غريب، كان بيكبر عشان يبقى حاجة مرعبة قوي. ما حكيتش لحد، لا أهلي ولا الشرطة. ما قدرتش، ما كنتش فاهمة إيه اللي حصل ولا اللي عمله فيا. بس لما كبرت الذكريات بدأت ترجع، أوضح وأغمق. عدت فترة، ولما بقيت كبيرة شوية سمعت ماما بتتكلم في التليفون. الكلام: ناثانيال برانا ضربني زي القلم على وشي، اتقبض عليه بسبب الخطف وحاجات أبشع. هي قالت: لو أجزاء جسم حد في فريزر بيته. معدتي اتقلبت. افتكرت الليلة دي، صوابعه الباردة، البدروم الضلمة، الابتسامة الغريبة. كل حاجة بقت واضحة. مش كده وبس، ده كمان وأنا بدور عن التفاصيل اكتشفت تفاصيل أفظع. كان بيقدم لحمة في حفلات الشواوي، برجر لحم غزال، اسباجيتي بلحم الغزلان، وفطاير باللحمة. بس الجيران ما كانوش عارفين مصدر اللحمة دي، افتكروا إنها لحمة حيوانات كان بيصطادها. بس كانوا غلطانين، لأنهم معرفوش إن ناثانيال برانا كان بيستخدم الحفلات عشان يقدم لحوم جثث الأطفال اللي قتلهم. كان بيجز أجسامهم ساعات كمان وهم لسه عايشين، وبيقدم لحومهم على إنها لحم غزلان، ويقطع الأطراف والدم ينزل منها على الأرض بشكل مرعب. كان في جيران اشتكوا من الطعم المختلف، بس كان دايماً يضحك ويقول إنها من الحيوانات البرية. الشرطة لقت بقايا جثث في فريزر بيته: راس طفل صغير، ولد صغير راسه محطوطة في برطمان، إيديه مسلوخة ومرمية في الحوض. والأفظع: ناثانيال كان عنده مجموعة صور للأطفال اللي صورهم قبل ما يقتلهم، متعلقة على حيطان البدروم زي أكنها جوايز لهوايته المريضة. ما كنتش قادرة أتنفس، ما كنتش قادرة أبطل أفكر في الأطفال اللي قتلهم. كنت قريبة جداً، قريبة جداً إني أكون واحدة منهم. فكرة إنه كان بيعمل الوجبات دي باستخدام أجزاء من أجسامهم خلتني قرفانة قوي. وبعدين استوعبت كنت خلاص تقريباً ضحيته الجاية. الحقيقة كانت أبشع مما تخيلت. ناثانيال برانا حاول يقتلني، بس أنا نجيت. الأهل لازم يراقبوا أولادهم كويس من سن صغير جداً. حسب ملفات ال FBI عن القتلة المتسلسلين، تقريباً 70% منهم بيظهروا علامات سلوك مضطرب في سن صغير جداً. لحد النهاردة لما بقفل عيني بشوف وشه، عينيه الباردة،
الابتسامة المشوهة، وبسمع صوته وهو بيهمس في الظلام: أنتِ الضحية الجاية. ناثانيال برانا كان مجرم أمريكي تم اتهامه باستغلال الأطفال وأكل لحوم البشر. كان متورط في اختفاء زكاري رمزي، طفل عمره 10 سنين، سنة 1991، بس التهم سقطت بسبب نقص الأدلة. ناثانيال كان عنده سجل طويل في التهرب من أحكام أقسى، وده بسبب ثغرات قانونية أو تقييمات نفسية. في شقة ناثانيال، الشرطة لقوا وصفات باستخدام أجزاء من أجسام الأطفال، بأسماء زي فطيرة الطفل الصغير وطفل مقلي على النار، وعبارات زي الطفل المشوي وباربيكيو الطفل الصغير. في دفاتر داكوتا كان بيذكر تقديم الوصفات دي للجيران. لما فتشوا سكنه القديم في جريت فولز، الشرطة حفروا في الجراج ولقوا 21 قطعة عظم بشري. كانوا بقايا طفل أمريكي من أصل إفريقي، عمره بين 8 ل 13 سنة. اتحكم عليه ب 130 سنة سجن بدون إمكانية الإفراج، ومات بسبب مشاكل صحية. هتلاقي صور نتنيال عندي على الإنستغرام، هسيب لكم اللينك في الكومنتات. شكراً إنك اتفرجت على الفيديو للآخر، فمتنساش لو عجبتك القصة تحط لايك وتبعت الفيديو لأصحابك. وبجد بحب أقرأ تعليقاتكم الجميلة، وبحب أرد عليها كلها. ويلا أشوفكم في رعب جديد.